حبايبنا طلاب بريب 2، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر مينا زكريا، ساينس اند كيمستري تيتشر. النهارده ان شاء الله بنشرح مع بعض ليسون 1. اسفين على التاخير في نزول ليسون 1، ولكن عايز اقول لك ان بعد كده ليسون 2 هينزل كمان يومين، وبعدها على طول هننزل ليسون 3 وهكذا، علشان حضرتك ما تاخرش في المذاكره، واللي عايز يسبق براحته. طيب احنا بس كنا ناقصنا البدايه وادينا بدانا الحمد لله. طيب اول ليسون كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم على حاجه اسمها thermal changes accompanying physical changes. يعني ايه الكلام دوت؟ تعالى نفهمه واحده واحده. اهو بيتكلم عن حاجه اسمها thermal thermal changes accompanying physical changes. طيب مبدئيا كده انا عايز اعرف معنى العنوان. يعني ايه thermal changes accompanying physical changes؟ thermal changes accompanying physical changes معناها التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية. يا نهار ابيض، ايه ده كله؟ تاني العنوان معناه ايه؟ التغيرات، معلش نحب نفهم كل حاجة. التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية. ليه لحضرتك؟ يعني ايه يا مستر التغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية؟ تعال نفهم بقى واحدة واحدة. أنا من كل العنوان ده كله أخدت معنى حاجة واحدة بس، إيه هي؟ أخدت معنى physical changes. physical changes اللي هي التغيرات الفيزيائية. تعال أفكرك بمعنى كلمة physical changes. physical changes كان معناها تغيير في شكل المادة من غير ما أغير تركيبها الكيميائي. لما شكل المادة يتغير من غير ما أغير في تركيبها الكيميائي، ده معناه physical changes. كنا بنقول عليه physical changes they are changes in the shape or the state of the matter without changing in chemical structure. مش عليك الديفينيشن حفظ، بس عايزين نفهمه. يعني ايه يا مستر؟ عشان برضو ايه نعمل حساب ان في ناس ما كانتش بتذاكر اصلا. physical change معناه انا بغير في شكل الماده مش في تركيبها. يعني مثلا انا لو جبت قطعه ثلج ايس، قطعه الثلج ديت ساحت وبقيت ووتر، تمام؟ شكلها اتغير، هي كانت ثلجيه بقيت ميه، تمام؟ عارف الثلج تركيبه الكيميائي ايه؟ H2O. طب الميه تركيبها الكيميائي ايه؟ H2O. لو انت خدت بالك الشكل اتغير لكن التركيب الكيميائي زي ما هو، اذا دوت اسمه physical change. يعني هي كانت ثلج بقيت ميه، شكلها اتغير لكن تركيبها الكيميائي هو الثلج رمزه H2O والميه رمزها H2O. اذا بكل بساطه لما غير في حاله الماده من غير ما غير في تركيبها الكيميائي اسمه physical change. اخر مره لما غير في حاله الماده من غير ما غير في تركيبها الكيميائي اسمه physical change. كان عندي ثلج، الثلج بقي ميه، تمام؟ الثلج ايه تركيبه الكيميائي؟ H2O. الميه ايه تركيبها الكيميائي؟ H2O. التركيب الكيميائي زي ما هو، بس الشكل هو اللي اتغير، الشكل او حاله الماده. طبعا ده كان سوليد اصبح هنا ليكويد. يبقى لما شكل او حاله الماده يتغير من غير ما اغير في تركيبها ساعتها اسمه physical change بكل بساطه. يبقى لو انت شاطر قول لي ايه هو الفيزيكال تشينج؟ تقول لي يا مستر الفيزيكال تشينج هو تغيير شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها. تاني، تغيير في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها. تعال نقول الكلام دوت. change in the shape of the matter. يعني ايه change in the shape of the matter؟ يعني تغيير في شكل الماده. اهو تاني، change in the shape of the matter، change in the shape of the matter without changing in chemical structure. يعني تغيير في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها، ده بنسميه physical change. طيب تعالى كده نمسك واحده واحده. انا لو عندي ماده solid سيحتها هتبقى liquid،
سخنتها واتبخرت هتبقى جاز. لما الماده بتتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز، كل دولت فيزيكال تشينجز. ليه مثلا؟ لان انا بغير بس في شكل الماده. تمام؟ تلج بقي ميه، شكله بس اللي اتغير. الميه اتبخرت، شكلها بس اللي اتغير. لكن التلج رمزه H2O، الميه رمزها H2O، بخار الميه رمزه H2O. اذا تركيب الماده ما اتغيرش. يبقى اخر مره معلش انا باخد عنوان بيقول لك ايه؟ thermal changes accompanying physical changes، يعني التغيرات الحراريه المصاحبه للتغيرات الفيزيائيه. اول حاجه بدات بيها معنى كلمه physical changes. يعني ايه physical changes؟ تغيير فيزيائي. طب يعني ايه تغيير فيزيائي؟ بغير في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها. قول ورايا، بغير في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها. ده معنى كلمه physical change. اهو تلج بقي ميه، شكله بس اللي اتغير، تركيبه زي ما هو. التلج H2O والميه H2O. طب اقول لك على حاجه، الميه ابخرها اهو تبقى ووتر فيبور، شكلها بس اللي اتغير. الميه لما بتتبخر برضه رمزها H2O. اذا انا غيرت في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها، يبقى اسمه فيزيكال تشينج. عشان كده بنقول على الفيزيكال تشينج تشينج ان ذا شيب او ستيت. هي change in the shape or state of the matter without a change in chemical structure، يعني بغير في الشكل من غير ما اغير في التركيب. ده معنى كلمه physical change. اهو هنا الماده كانت solid بقيت liquid بقيت جاز. يبقى لما الماده بتتحول من solid لليكويد او من ليكويد لجاز، ده كده اسمه physical change. حاجه صعبه؟ لا يا مستر سهله جدا. طب انا هسألك سؤال. انا افترض ان ده السوليد دوت هو الايس، الليكويد دوت هو الووتر، الجاز دوت هو الووتر فيبور. سؤال بسيط، لما الماده اتحولت من سوليد لليكويد، يعني من تلج لميه، انا عشان لو معايا حته تلج عايز اسيحها واخليها ميه، تفتكر ابردها اكتر ولا اسخنها؟ لو انا عندي تلجه عايزها تبقى ميه، ها ابرد التلج اكتر ولا اسخنها؟ لا يا مستر كده اسخنها. لو انت يا مستر عندك تلجه وعايز التلجه ديت تبقى ميه، يبقى انا هسخن التلجه، صح؟ اذا الماده عشان تتحول من تلج لميه هسخنها. اذا الماده عشان تتحول من سوليد لليكويد هسخنها. يعني من الاخر هتاخد حراره. يبقى بكل بساطه الماده لما تيجي تتحول من سوليد لليكويد بتاخد حراره. طب اسالك سؤال، انا لو عندي ميه وعايزها تتبخر تبقى غاز، ها هسالك سؤال، اعمل فيها ايه؟ ميه وعايزها تتبخر، مستر هسخن الميه دي، صح؟ اذا الميه عشان تتحول لفيبور او الليكويد عشان يتحول لجاز بسخنه، يبقى برضو جين هيت. صحيح، تمام؟ طب العكس، لو الجاز هيبقى ليكويد او لو الليكويد هيبقى سوليد. يعني مثلا ميه عايز اخليها تلج هسقعها، صح؟ يعني هتفقد حراره، لوز هيت. غاز هيبقى ميه هيفقد حراره، لوز هيت. العكس لو انت واخد بالك، الماده لما اتحولت من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز، ده كده عباره عن فيزيكال تشينجز. يعني ايه فيزيكال تشينجز؟ تغيرات فيزيائيه. التحول بتاع الماده من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز اخد حراره. من جاز لليكويد او من ليكويد لسوليد طلع حراره. عايز تقول ايه يا مستر؟ عايز اقول لك ان التغيرات الفيزيائيه، يعني لما الماده تتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز لازم تاخد حراره، ولما تتحول من جاز لليكويد او من ليكويد لسوليد لازم تطلع حراره. اذا انا عشان اعمل فيزيكال تشينج، يعني فيزيكال تشينج يعني احول الماده من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز او العكس، لازم يبقى فيه ثيرمال تشينجز. يعني ايه يا مستر الكلام دوت؟ يعني عشان احول الماده من حاله لحاله لازم تاخد حراره او تطلع حراره. اذا الفيزيكال تشينجز اللي هي تحويل الماده من حاله لحاله لازم يبقى مصاحب ليه تغير في الحراره، ثيرمال تشينجز. ده العنوان بيقول لك ايه؟ ثيرمال تشينجز accompanying physical changes، يعني التغيرات الفيزيائيه المصاحبه للتغير او التغيرات الحراريه المصاحبه للتغيرات الفيزيائيه. هشرحها لك تاني بسرعه ولو سمحت ركز معايا تاني.
انا لو عندي ماده سوليد زي الايس، ماده السوليد ديت انا عايزها تبقى ليكويد، والماده الليكويد ديت انا عايزها تبقى جاز. تاني، ماده سوليد عايزه تبقى ليكويد، والليكويد عايزه يبقى جاز. حلو خالص. طيب ركز معايا كويس قوي. من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز او العكس، من جاز لليكويد ومن ليكويد لسوليد، دول كده اسمهم فيزيكال تشينجز. تبقى شاطر جدا لو قلت لي دي كده ليه اسمهم فيزيكال تشينج؟ لاني بغير في شكلهم من غير ما اغير في تركيبهم اهو، لان انا بعمل تغير في الشكل او في الحاله من غير ما اغير في تركيبهم. لما بغير في شكلهم من غير ما اغير في تركيبهم اسمها فيزيكال تشينج. اهو ده كان بشرحها لك 40 مره، ده كان تلج اصبح ميه، اصبح ووتر فيبور، شكله بس اللي اتغير. ده رمزه H2O، ده رمزه H2O، ده رمزه H2O. اذا الشكل بس اللي اتغير لكن التركيب ثابت، عشان كده اسمه ايه؟ فيزيكال تشينج. يلا بسرعه كده افكرك بسرعه، ايه هو الفيزيكال تشينج؟ بغير في الشكل او الحاله من غير ما اغير في التركيب. اذا لما الماده تتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز او العكس اسمها فيزيكال تشينج، تغيير في الحاله. حلو، او التغيير الفيزيائي. طيب بكل بساطه لما التلج يتحول لميه بياخد حراره، يبقى لما الميه تتحول لتلج بتخرج حراره. لما الميه تتحول لفيبور بياخد حراره. لما الفيبور يتحول لميه بيخرج حراره. بكل بساطه ده كلام سهل. تلج يتحول لميه بسخنه يبقى بياخد حراره، ميه تتبخر بسخنها يبقى بتاخد حراره، العكس يعني بيخرج حراره. لو انت واخد بالك، علشان اغير الماده من شكل لشكل، من شكل لشكل، يعني عشان اعمل فيزيكال تشينج لازم اما اخد حراره او اخرج حراره. يعني عشان اعمل فيزيكال تشينج لازم يبقى فيه ثيرمال تشينج، يعني تغير في الحراره. عشان كده اسمها ثيرمال تشينج اكومبين فيزيكال تشينج. يعني ايه؟ تغيرات الحرارة المصاحبة لتغير الفيزيائي او تغير شكل المادة. بس ده بكل بساطة. بص بقى، لو المادة اخدت حرارة بنسمي التفاعل دوت اندوثيرميك. يعني ايه مثلا بنسمي التفاعل دوت اندوثيرميك؟ تعال نشوف مع بعض دلوقتي. لما المادة السوليد اتحولت لليكويد اخدت حرارة، لما المادة الليكويد اتحولت لجاز اخدت حرارة، جين هيت، ساعتها التفاعل دوت يبقى اسمه اندوثيرميك. يعني ايه اندوثيرميك؟ اندوثيرميك يعني بيمتص حراره، ماص للحراره. او الماده السوليد امتصت حراره عشان تبقى ليكويد، الماده الليكويد هتمتص حراره عشان تبقى جاز، اسمه اندوثيرميك. طب لو انت شاطر، الماده الجاز عشان تبقى ليكويد بتخرج حراره او لوز هيت، اسمه اكزوثيرميك. الماده الليكويد عشان تبقى سوليد بتخرج حراره، برضو اسمه اكزوثيرميك. الجزئيه ديت هي اصلا النواه او اللب بتاع الدرس، فحضرتك لازم تبقى فاهمها كويس جدا. هسال اسئله ويا رب تجاوب عليا. لما الماده تتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز، ده انهي تغيير؟ ده مستر فيزيكال تشينج. تاني، لما الماده اتحولت من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز، ده اسمه ايه؟ فيزيكال تشينج. اسالك سؤال، هو ليه دوت اسمه فيزيكال تشينج؟ مستر لان انا غيرت في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها. اهو غيرت في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها. تاني، لما الماده تتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز اسمه فيزيكال تشينج. طب هو اصلا الماده عشان تتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز بتاخد حراره، والعكس بيتخرج حراره. اذا انا عشان اعمل فيزيكال تشينج اضطريت اخد حراره او اخرج حراره، يعني اضطريت يبقى فيه ثيرمال تشينج. ثيرمال تشينج يعني تغيير في الحراره. تمام؟ هنا اهو اخدت حراره، هنا خرجت حراره. يبقى اخر مره،
لما بغير في شكل المادة باخد حرارة او اخرج حرارة. يعني عشان اعمل فيزيكال تشينج لازم يبقى فيه ثيرمال تشينج. ده بكل بساطة وده عنوان الدرس. طيب تعالى كده بقى معايا. الماده لما جت تتحول من سوليد لليكويد، يعني التلج يبقى ميه بسخنه، يبقى التلج اخد حراره. انت لو معاك تلج تمام عايزه يبقى ميه بتسخن التلج، يعني التلج اخد حراره. يبقى الماده لما بتتحول من تلج لميه يعني من سوليد لليكويد بتاخد حراره، بنسمي التفاعل اندوثيرميك. من سوليد لليكويد بتاخد حراره نسمي التفاعل اندوثيرميك. طب لو عندي ميه وعايز ابخرها هسخنها، يعني هديها حراره صح؟ عشان الميه تتحول من ليكويد لجاز. عشان الميه تتحول من ليكويد لجاز برضو بتاخد حراره وبنسمي التفاعل اندوثيرميك. طب العكس بتخرج حراره وبنسمي التفاعل اكزوثيرميك بكل بساطه. يبقى انا كده ظبطت لك الكلام في الجزئيه الاولى. طيب معلش الناس انتوا ما تعرفونيش، بس انا كمدرس بحب اعيد وازيد في الحاجه 30 مره لغايه ما تحفظها. بالنسبه لي الحصه هي عباره عن حصه مذاكره وشرح وكل شيء علشان خاطر اتاكد مليار في الميه ان المعلومه وصلت لك. طيب معلش دي اخر مره هنعيد فيها واستحملني لغايه ما نخلص. حبايبي طلاب تاني اعدادي انا سايب لك لينك الكوميونتي تحت الفيديو، عايزك تدخل. هنعمل مسابقات للحل، هنحل معاك برضو شويه اسئله مهمه جدا، وهعلمك ازاي تمتحن على المنصه علشان خاطر الناس اللي بتمتحن بتاخد بوينتس وبيبقى ليهم مكافآت. فبعد الدرس دوت سيب لك كده كويس صغير جدا حضرتك تقدر تخش تحله. اتفقنا؟ طيب انا هبدا الاول خالص باللي احنا قلناه. فكرني، انا قلت لك انا عندي ماده سوليد. الماده السوليد ديت هتتحول لي ليكويد، والماده الليكويد ديت هتتحول لي جاز، او العكس من جاز لليكويد ومن ليكويد لسوليد. تمام؟ فكرني. اديتك اكزامبل. سوليد دوت زي ماده مين؟ الايس التلج. ليكويد زي مين؟ الووتر الميه. جاز زي مين؟ زي الووتر فيبور بخار الميه، ووتر فيبور. حلو. تعالى كده نفتكر حاجه مع بعض. ركز معايا كويس قوي. لما الماده بتتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز او العكس دول اسمهم فيزيكال تشينجز. الشاطر بس اللي هيجاوب عليا. هم دولت اللي اسمهم فيزيكال تشينجز لان انا بغير في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها. التلج لما يبقى ميه انا كده غيرت شكله، لكن دوت رمزه H2O وده رمزه H2O. الميه لما تبقى جاز انا غيرت في شكله، لكن دوت H2O ودوت H2O. يبقى هنا في الفيزيكال تشينج انا غيرت في الشكل او الستيت من غير ما اغير في التركيب. غيرت في الشكل من غير ما اغير في التركيب. حلو. السوليد بقي ليكويد والليكويد بقي جاز، او العكس بغير في الشكل من غير ما اغير في التركيب. اذا ده اسمه فيزيكال تشينج. طب هم اصلا عشان يتغيروا، يعني عشان يبقى في فيزيكال تشينج لازم ياخدوا حراره او يخرجوا حراره. اهو يعني هنا من سوليد لليكويد اخد حراره، من ليكويد لجاز اخد حراره. التلج عشان يسيح بسخنه، الميه عشان تتبخر بسخنها. اذا من سوليد لليكويد لازم ياخد حراره، من ليكويد لجاز لازم ياخد حراره. طب العكس هيخرج حراره. اذا لو انت ذكي ركز معايا الله يكرمك، انا علشان اغيرهم يعني عشان يبقى في فيزيكال تشينج، عشان اغير شكلهم، مره اخدوا حراره ومره خرجوا حراره. اذا عشان يبقى في فيزيكال تشينج لازم يبقى في ثيرمال تشينج. عشان يبقى في فيزيكال تشينج يعني شكلهم يتغير، اما بياخدوا حراره او بيخرجوا حراره. يبقى عشان في فيزيكال تشينج لازم يبقى في ثيرمال تشينج. بص بقى وركز معايا في اللي قلته لك. لما بياخد حراره التفاعل اسمه اندوثيرميك. تاني، لما بياخد حراره التفاعل اسمه اندوثيرميك. يعني من سوليد لليكويد اخد حراره التفاعل اسمه اندوثيرميك. من ليكويد لجاز اخد حراره التفاعل اسمه اندوثيرميك. من جاز لليكويد خرج حراره التفاعل اسمه اكزوثيرميك. من ليكويد لسوليد خرج حراره التفاعل اسمه اكزوثيرميك.
يبقى ياخد اندو يخرج اكزو، ياخد اندو يخرج اكزو. حتى كلمه اكزو جايه من كلمه اكزت يخرج، يبقى ياخد اندو يخرج اكزو. طيب كده انا وضحت لك بدايه الدرس بشكل منظم. تعالى بقى دلوقتي نبدا في الابلكيشن اللي ادولك على الدرس. يلا بينا. تعالى بقى ناخد اكزامبل على الاندوثيرميك والاكزوثيرميك. افكرك بس بسرعه. اندوثيرميك يمتص حراره، اندوثيرميك يمتص حراره، ابزورب هيت او جين هيت. خد بالك كلمه جين هيت هي كلمه ابزورب هيت. القلم امتص حراره، يعني مثلا لو جيت سخنت القلم، لما القلم يمتص حراره اذا اسمه اندوثيرميك. اي حاجه تمتص حراره اسمها اندوثيرميك. حلو. طب لو خرج حراره يبقى اسمه اكزوثيرميك. اكزوثيرميك يعني يخرج حراره، لوز هيت او ريليز هيت، لوز هيت او ريليز هيت. يبقى انا سمعني امتص حراره اندوثيرميك، خرج حراره اكزوثيرميك. اخر مره. امتص حراره اندوثيرميك، خرج حراره اكزوثيرميك. لو جبت قلم سخنته القلم ده كده امتص حراره، ما سخنته فالحراره دخلت جوه القلم، يبقى هو امتص حراره اندوثيرميك. طب لو القلم جه بيرد هيخرج الحراره اكزوثيرميك. يبقى اخر مره امتص حراره اندوثيرميك، خرج حراره اكزوثيرميك. طيب تعالى ناخد اكزامبل على كده بكل بساطه. لما حضرتك تيجي تغسل ايدك، تمام، مره هنغسل ايدينا بحاجه اسمها انتي سيبتيك هاند جل. انتي سيبتيك هاند جل اللي هو الجل بتاع التعقيم اللي هو الكحول. مره هندعك ايدينا كده بالانتي سيبتيك هاند جل، بيبقى جل كده للتعقيم زي الكحول. ومره هنغسل ايدينا بحاجه اسمها لوندري باودر. ايه هو اللوندري باودر؟ اللي هو اريال برسيل. هنغسل ايدينا باريال وبرسيل والكلام دوت. طيب تعال نشوف ونفهم ايه اللي هيحصل. مبدئيا كده انا هغسل ايدي هنا بحاجه اسمها انتي سيبتيك هاند جل. ادي الهاند جل وادي ايدي. بص ايه اللي هيحصل، ركز معايا كويس قوي. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل للجل. ايه اللي هيحصل للجل؟ انا حطيت الجل على ايدي زي ما سيادتك شايف. بص اللي هيحصل، الجل هيسحب الحراره اللي في ايدي. يعني ايه يا مستر؟ يعني بلاقي الجل بدا يسحب الحراره. انا اول ما بحط الجل على ايدي الجل بيسحب الحراره من ايدي. معنى كده ان الجل اخد حراره، فالتفاعل اللي هنا بالنسبه للجل اندوثيرميك، لان الجل امتص الحراره اللي في ايدي. اخر مره انا حطيت الجل على ايدي، ايه اللي هيحصل؟ الجل اخد الحراره اللي في ايدي اهو، اخد الحراره اللي في ايدي. يبقى ايه اللي حصل للجل؟ امتص الحراره، يبقى التفاعل اندوثيرميك. حاجه صعبه؟ بص عارف ايه اللي هيحصل؟ الجل لما بيمتص الحراره، الجل امتص الحراره هيسخن ويتبخر، لان الجل دوت مليان الكحول، مليان كحول، فهيسخن ويتبخر. طب اسالك سؤال، الجل اخد الحراره اللي في ايدي صح؟ هحس ان ايدي سقعت، عشان كده انا احس كولد. يور هاند فيل كولد، تحس ايدك سقعت. ليه؟ لان الجل اخد الحراره اللي في ايدك، فانت ايدك هتسقع. يبقى اخر مره تعال نشوف اللي هيحصل. انا ايدي اهي حطيت عليها جل، تقدر تقول ايه اللي هيحصل؟ يا مستر الجل هيسحب الحراره من ايدي. الجل بيسحب الحراره من ايدي، يعني الجل دخل له حراره، يعني التفاعل اندوثيرميك لان الجل اخذ الحراره. طب لما الجل سحب الحراره من ايدي، الجل سحب الحراره من ايدي، انا احس ان ايدي سقعت لان الحراره سابت ايدي وراحت للجل بكل بساطه. يعني بكل بساطه كده لما بغسل ايدي بالانتي سيبتيك اند جل، يور هاند فيل كولد، انت هتحس ان ايدك ساقعه. وبيقول لك ديو تو ابزوربشن اوف هيت، بسبب امتصاص الحراره. ديو تو ابزوربشن اوف هيت، لو انت شاطر قول لي الحراره هتمشي منين لفين؟ من ايدي للجل. بص فروم ذا هاند تو ذا جل اهو، بسبب امتصاص الحراره من الايد للجل. اخر مره هشرحها. انا هنا بغسل ايدي او بعقم ايدي بحاجه اسمها انتي سيبتيك هاند جل. اخر مره سمعني، انتي سيبتيك هاند جل. حطيت الجل فوق ايدي، لو انت شاطر قول لي ايه اللي هيحصل. الحراره هتسيب ايدي وتروح للجل، الحراره هتسيب ايدي وتروح للجل، يعني الجل امتص حراره، التفاعل اندوثيرميك. طب مش الحراره سابت ايدي وراحت للجل؟ يبقى ايدي هتحس ان هي ايه؟ كولد، ساقعه.
ايدي هتحس ان هي ساقعه. طب تعالى نغسل ايدينا بمسحوق غسيل، لوندري باودر. لوندري باودر يعني مسحوق غسيل. عارف انا اول لما احط اريال على ايدي واغسل ايدي بالاريال ايه اللي هيحصل؟ الاريال هيبدا يخرج حراره. تاني اهو، الاريال هيبدا يخرج حراره. لما الاريال يخرج حراره يبقى كده ايه اللي حصل؟ الاريال اكزوثيرميك، خرج حراره اكزوثيرميك. لما الاريال يخرج حراره ايدي هتسخن. يو فيل يور هاند فيل ورم. يعني يا مستر يور هاند فيل ورم، هتحس ان ايدك دي بتسخن بتدفى لان الاريال خرج حراره اهو. due to the release heat during the dissolution of laundry powder in water. يعني اول لما اللوندري باودر ينزل عليه ميه بيخرج الحراره. يلا بسرعه كده، حطيت الجل على ايدي ايه اللي هيحصل؟ ها لو شاطر قول لي. الحراره هتسيب ايدي وتروح للجل. الحراره هتسيب ايدي وتروح للجل، يعني الجل امتص حراره. التفاعل اندوثيرميك. الجل امتص حراره، التفاعل اندوثيرميك. طيب وانا حسيت ان ايدي سقعت لان الحراره اللي كانت في ايدي راحت للجل. طب تعالى لي هنا، غسلت ايدي بمسحوق الغسيل. مسحوق الغسيل خرج حراره، التفاعل اكزوثيرميك. مسحوق الغسيل خرج حراره، التفاعل اكزوثيرميك، وايدي هتسخن يو فيل وورم بكل بساطه. يبقى بكل بساطه ده هنا تفاعل اندوثيرميك، هنا تفاعل اكزوثيرميك. هنا انا حسيت ان ايدي بتسقع، هنا حسيت ان ايدي بتسخن. يلا بقى ندخل على الجزء اللي بعده. تعالى نشوف الجزئيه دي بتقول لك ايه. بتقول لك بص the processes، يعني كلا العمليتين او كلتا العمليتين of changing the states of matter، يعني عملية تغيير حالة المادة from one state to another أو from one state to another، and the dissolution process are considered بنعتبرهم physical process that are accompanied by the release or absorption of thermal energy. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ تعال افهمهولك. أول عملية يعني اتكلمنا عنها، هو بيقول لك ان سيبك من كلتا العمليتين. اول عمليه نتكلم عنها هي تغيير الماده من حاله لحاله. يعني لما الماده لو انت فاكر اتغيرت من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز، ده كده عباره عن، والعكس طبعا، ده كده عباره عن فيزيكال تشينجز. وانا فهمتها لك ليه يا مستر؟ لان انا غيرت في شكل الماده من غير ما اغير في تركيبها. حلو خالص. غيرت في الشيب او الستيت من غير ما اغير في الكيميكال ستراكشر. حلو جدا جدا. يلا هو بيقول لك ان عمليه تغيير الماده من حاله لحاله ديت، تمام، دي عمليه اما محتاجه جين هيت زي هنا اهو، جين هيت. جين هيت هي بالمناسبه كلمه ابزورب هيت. جين هيت او ابزورب هيت. جين هيت او ابزورب هيت، اما محتاجه جين هيت او ريليز هيت. يعني بكل بساطه اللي هو بيقول لك ان عمليه تحويل الماده من حاله لحاله، من سوليد لليكويد، من ليكويد لجاز او العكس، تمام، اللي هو ده بالنسبه لنا فيزيكال تشينج، اما بيحتاج جين هيت او ريليز هيت. عشان كده ده عباره عن تغيير فيزيائي مصاحب لتغيير حراري، عباره عن فيزيكال تشينج اكومبين باي ثيرمال تشينج. ده اللي بيقوله لك اهو are considered physical process، بنعتبرها physical process accompanied by the release or absorption of thermal energy. يعني عملية التحويل ديت دايما بتبقى مصاحبة لخروج حرارة أو اكتساب حرارة بكل بساطة. طيب تعالى نشوف الجزء اللي احنا قلناه أصلا اوريدي شرحناه. قال لك دلوقتي لو عندي مادة solid عايز أحولها لمادة ليكويد، او من ماده ليكويد عايز احولها لماده جاز. طبعا انت عارف من سوليد لليكويد اللي هي عمليه الميلتنج، من ليكويد لجاز عمليه الايفابوريشن، او من سوليد لجاز على طول اللي هي عمليه السبليميشن، تمام.
الثلاث عمليات دولت بيحتاجوا ان هم يكتسبوا حراره. يعني الماده عشان تتحول من سوليد لليكويد، من ليكويد لجاز، او من سوليد لجاز على طول، الثلاث عمليات دولت محتاجين ان هم يكتسبوا حراره. عشان كده بنسميه اندوثيرميك، بنسمي التفاعل دوت اندوثيرميك. يعني ايه مثلا اندوثيرميك؟ يعني تفاعل بيكتسب حراره، اندوثيرميك. وده عباره عن فيزيكال تشينج. وعشان يحصل اخدت هيت اهو من سوليد لليكويد. ركز معايا، من سوليد لليكويد، من ليكويد لجاز، او من سوليد لجاز. مره تاني، من سوليد لليكويد، من ليكويد لجاز، او من سوليد لجاز. الثلاث عمليات دول هم عباره عن فيزيكال تشينج. كده كده الثلاث عمليات دولت عباره عن فيزيكال تشينج، وعشان يحصلوا محتاجين ان احنا نعمل جين هيت. يعني بيصاحبهم اندوثيرميك، يعني اكتساب الحراره. طب العكس، من جاز لليكويد ومن ليكويد لسوليد، ده بيخرج هيت، بيحصل ريليز هيت. ريليز هيت يعني التفاعل بيبقى اكزوثيرميك. تمام. طبعا اوعى تنسى، من جاز لليكويد العمليه اسمها كوندنسيشن، من ليكويد لسوليد العمليه اسمها فريزنج، ومن جاز لسوليد العمليه اسمها ديبوزيشن. تمام. تعالى نلخص الجمله ديت كده قبل ما تخش على الريفريجريشن سايكل، لان هي محتاجه مخمخه وفهم. يلا. قال لك ايه يا باشا؟ بكل بساطه قال لي سيادتك ان اي عمليه تغيير الماده او the process of changing the matter from one state to another. تعال نترجم السطر دوت. عملية تغيير المادة من حالة لحالة، اللي هي بالنسبة لي عبارة عن physical change. عملية تغيير المادة من حالة لحالة اللي هي بالنسبة لي عبارة عن physical change. علشان يحصل لازم تبقى مصاحبة ليه accompanied by thermal change. يبقى عمليه تغيير الماده من حاله لحاله، من حاله لحاله اللي هي بالنسبه لي فيزيكال تشينج، لازم يصاحبها ثيرمال تشينج. يعني عشان الماده تتحول من حاله لحاله لازم اما تاخد حراره او تخرج حراره. وفهمتها لك ان مثلا انا عندي ماده سوليد عايز احولها لماده ليكويد، من ماده ليكويد عايز احولها لماده جاز. تمام. طبعا انت عارف من سوليد لليكويد اسمها ميلتنج، من ليكويد لجاز اسمها ايفابوريشن، من سوليد لجاز اسمها سبليميشن. اهو لما بحول هنا الماده من حاله لحاله، اهو من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز او من سوليد لجاز، دول كلهم عشان يحصلوا لازم الماده تعمل ابزورب للهيت. طبعا العمليات دي بس لازم الماده هنا تعمل ابزورب، لازم الماده تعمل ابزورب للهيت اللي هي بالنسبه لي هتبقى اندوثيرميك. طيب الله ينور. طب لما تيجي ترجع بقى من جاز لسوليد، سوري من جاز لليكويد او من ليكويد لسوليد، طبعا سيادتك عارف من جاز لليكويد اسمها كوندنسيشن، من ليكويد لسوليد اسمها فريزنج، او من جاز لسوليد اسمها ديبوزيشن. العمليات دي كلها بتعمل ريليز للهيت وبنسميها اكزوثيرميك. بس بكل بساطه يبقى انت كده خدت الفرق بين الاندوثيرميك والاكزوثيرميك وظبطناها لك. طيب يبقى انا عندي 3 عمليات اندو، 3 عمليات اكزو. مين 3 العمليات الاندو؟ اول عمليه ميلتنج، ايفابوريشن، سبليميشن. 3 عمليات اكزو، كوندنسيشن، فريزنج، ديبوزيشن.
حضرتك بقى لازم تبقى عارف الكلام دوت. طيب يبقى ملخص للبورد الجميله ديت سريع جدا. بيقول لك ايه في الملخص دوت؟ قال لك ان اي عمليه تغيير الماده من حاله لحاله بيصاحبه اما دخول حراره او خروج حراره. اي عمليه تغير الماده من حاله لحاله اهو، لما الماده اتحولت من صوره الليكويد اخذت حراره، لما الماده اتحولت من ليكويد لسوليد خرجت حراره، لما الماده اتحولت من ليكويد لجاز اخذت حراره، طب من جاز لليكويد خرجت حراره. يبقى اي عمليه تغيير الماده من حاله لحاله يعني اي فيزيكال تشينج بيصاحبه اما دخول حراره او خروج حراره، يعني بيصاحبه ثيرمال تشينج. ده بكل بساطه. طيب تعالى ندخل على الريفريجريشن سايكل او عمليه او دوره التبريد في الثلاجه. ايه هي دوره التبريد اللي بتحصل في الثلاجه؟ دوره التبريد اللي بتحصل في الثلاجه ما هي الا عمليه سحب الحراره من الاكل ونخرج الحراره دي بره الثلاجه. هتقول لي يعني ايه يا مستر حبيب قلبي؟ انت دلوقتي بتحط الاكل سخن في الثلاجه، ونفترض انت جايب اي اكل يا عم، طبق كده فيه اكل سخن حطيته في الثلاجه. عارف الثلاجه دي بتعمل ايه؟ بتاخد السخونه من الاكل وتخرجها بره، تخرجها بره في الجو. هتقول لي ازاي؟ هقول لك حبيبي تعالى كده عند ظهر الثلاجه والمسها. لو انت لمست ظهر الثلاجه هتلاقيه سخن جدا. معنى كده ان اللي حصل ان الثلاجه خدت السخونه من الاكل وخرجتها براها. يبقى تاني، انا لما بحط اي طبق سخن في الثلاجه، اخر مره لما بحط طبق سخن في الثلاجه ايه اللي بيحصل؟ الثلاجه بتاخد السخونه من الاكل وتخرجها بره. هتقولي بتخرجها بره ازاي؟ اقول لك يا حبيبي المس ظهر الثلاجه هتلاقيه سخن. السخونه ديت هي عباره عن السخونه بتاعت الاكل. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى الثلاجه بتاخد السخونه من الاكل وتخرجها بره. اخر مره الثلاجه بتاخد السخونه من الاكل وتخرجها بره. العمليه دي اسمها ريفريجريشن سايكل، اللي هي عمليه او دوره التبريد. تاني ريفريجريشن سايكل. الريفريجريشن سايكل هي عباره عن دائره او عمليه مغلقه ومتكرره، يعني هتفضل تحصل كل ما تحط طبق سخن الثلاجه هتاخد السخونه وتخرجها بره. عشان كده بنقول عليها it's a closed and repeated thermal process، عملية حرارية مغلقة ومتكررة. كل شوية التلاجة تاخد السخونة من الأكل وتخرجها بره، تاخد السخونة من الأكل وتخرجها بره. يبقى عبارة عن إيه الريفريجريشن سايكل؟ عبارة عن closed and repeated thermal process. إيه اللي بيحصل فيها؟ اسمع كده. in which اللي فيها heat is extracted from inside the refrigerator، اللي فيها الحرارة بتتسحب من جوه التلاجة، يعني الحرارة بتتسحب من الأكل اللي جوه التلاجة and transferred to surroundings، وتخرجها للبيئة المحيطة. يبقى ورايا in which يعني ايه اللي فيها heat is extracted. سمعني heat is extracted مرة تاني heat is extracted from inside the refrigerator. يعني ايه heat is extracted from inside the refrigerator؟ يعني الحرارة بيتم سحبها من جوه التلاجة and released to surroundings يعني وتخرجها بره. يبقى بكل بساطة تعالى نختصر التعريف. قال لك ايه؟ قال لك ان هي عباره عن او ريفريجريشن سايكل، دايره التبريد ديت او دوره التبريد هي عباره عن دائره متكرره ومغلقه او عمليه متكرره ومغلقه، فبنقول عليها closed and repeated thermal process. بص closed and repeated thermal process. ايه اللي بيحصل فيها؟ الحراره بتتسحب من جوه الثلاجه ونخرجها لبره الثلاجه. heat is extracted from inside refrigerator. heat is extracted يعني الحرارة بيتم سحبها from inside the refrigerator من جوه الثلاجة and released to surroundings. طيب طبعا دوت الكلام دوت باستخدام using a refrigerant او مادة مبردة اللي هي بالنسبة لنا ايكو فريندلي فريون. المادة اللي بتبرد هي اسمها الفريون، ودي هنفهمها كويس قوي. هكتب لك مختصر التعريف، اكتبه ورايا عشان تحفظه. فهتقول لي كده لما اجي اقول لك ايه ريفريجريشن سايكل تقول لي يا مستر هي عبارة عن closed and repeated thermal process. حلو زي الفل. ايه اللي بيحصل فيها؟ الحراره بتتسحب من جوه الثلاجه ونخرجها بره الثلاجه. in which heat is extracted from inside refrigerator
refrigerator and released to outside. الحرارة بتتسحب من جوه التلاجة ونخرجها بره التلاجة، أو and released to surrounding، زي ما أنت عايز تكتبها اكتبها. يقول لك إيه بقى؟ أثناء العملية ديت بيحصل عمليتين، عملية اندوثيرميك وعملية اكزوثيرميك. طبعا اوعى تنسى، عملية اندوثيرميك يعني سحب حرارة، عملية اكزوثيرميك يعني خروج حرارة. طبعا ده طبيعي ليه يا مستر؟ حبيب قلبي، لما التلاجة تسحب الحرارة من الأكل اندوثيرميك، لما تخرج الحرارة بره التلاجة يبقى اكزوثيرميك. مش لسه قايل لك ان التلاجة بتسحب الحرارة من الأكل وتخرجها بره التلاجة؟ لما بتسحب الحرارة من الأكل اندوثيرميك، تخرجها بره التلاجة اكزوثيرميك. تعالى بقى نعرف دورة التبريد بكل تفصيلة فيها، يلا بينا. طيب تعالى نشوف دلوقتي الريفريجريشن سايكل اهو. ريفريجريشن سايكل اللي هي دورة التبريد بتحصل ازاي؟ ريفريجريشن سايكل. بص يا ريس وركز معايا كويس قوي، انا هشرحها لك هنا بسرعه بس هي محتاجه حد فهمان قوي. انت هنا بيبقى عندك تانك كده فيه فريون، تمام؟ اوكي، تانك كده فيه فريون، ودي حاجه اسمها فالف، اشرح لك طبعا كل حاجه. بتخرج على التلاجة، التلاجة اهو. بعد كده يبقى فيه كومبريسور، حاجه اسمها كومبريسور، ممكن نرسمها بلون تاني، حاجه اسمها كومبريسور. بعد كده يبقى فيه وايد او سوري نارو فالفز، عامله كده، ودي بتبقى عامله كده بالظبط، نظبطها اكتر، دي اللي بتبقى في ظهر التلاجة. وبعد كده بيبقى فيه هنا دي كلها تبع الفالفز مثلا. بيبقى فيه هنا حاجه اسمها كومبريسور، سوري كوندنسر. يعني ده شكل بسيط توضيحي لسيادتك، يخرج على هنا. طيب بص بقى يا استاذ، ده شكل كده كروكي اللي بيحصل في التلاجة. ركز بقى معايا كويس قوي، هفصل لك كل حاجه. اول جزء هو الجزء ده بالنسبه لي، نكتب بلون مختلف. الجزء ده بالنسبه لي ده بيبقى عباره عن تانك في التلاجة مليان بفريون، بس الفريون ده بيبقى ليكويد هنا، فانا هسمي دوت تانك اوف ليكويد فريون. يعني هنا في فريون ليكويد اهو، هنا في فريون ليكويد. خد بالك جزيئات الفريون ده يا ولاد ده السائل او الغاز اللي هيبرد، هو احيانا هيبقى ليكويد واحيانا يبقى جاز في الدوره هنا، هو اللي هيبرد. بالنسبه لنا الفريون دوت هو بطل القصه بتاعتنا. التانك ده بيبقى فيه فريون ليكويد. سيادتك لازم تبقى عارف ان الفريون هنا علشان يبقى ليكويد بيكون مضغوط جدا. ما ليه يا مستر؟ عشان جزيئاته تبقى قريبه من بعض، لان الفريون بيبقى غاز، فانا عشان اخليه ليكويد لازم يتضغط. اذا الفريون وهو هنا جوه التانك دوت عشان يبقى ليكويد بيبقى متعرض لهاي بريشر. يبقى لو انت تقول لي الفريون جوه التانك مضغوط، صح؟ يا مستر الفريون مضغوط، الفريون جوه التانك بيكون ليكويد ومتعرض ليه هاي بريشر، مضغوط جدا. حلو. بص بقى، سائل الفريون بيبدأ يمشي هنا في الأنبوبة الضيقة ديت، ودي بالنسبة لي بتبقى نارو فالف، عبارة عن فالف ديت يعني أنبوبة، تمام؟ يبقى هنا الفريون، ركز معايا، هنا الفريون سائل ليكويد فريون مضغوط بيتعرض لهاي بريشر، مشي في الفالف. بص
اول لما الفريون بيخرج من الفالف بيلاقي نفسه خرج على براح. يعني ايه براح؟ على حاجه واسعه اللي هي الثلاجه يعني. بص ايه اللي حصل؟ سائل الفريون هنا جزيئاته كانت مضغوطه جدا. اول ما مشيت في الفالف بالعافيه خرجت لقيت الدنيا براح، فتبدا جزيئات الفريون تبعد والفريون بدل ما كان سائل يتحول ل كولد فريون جاز. اتحول لجاز. هتقول لي يا مستر هو ليه اتحول من سائل لجاز؟ بكل بساطه ليه اتحول من سائل لجاز؟ حبيب قلبي هو ليه هنا سائل؟ هو ليه الفريون هنا سائل؟ لان هو مضغوط. تمام؟ جزيئات الفريون مضغوطه، ده اللي مخليه ليكويد. مشي في العافيه في الفالف، مشي بالعافيه. اول ما خرج الجزيئات ما صدقت ليه براح، راحت الجزيئات بعدت عن بعض وعملت كولد فريون جاز. اذا هنا في الثلاجه بيبقى عندي كولد فريون جاز. دي الثلاجه، الحته دي بالنسبه لنا هي الثلاجه. فدي كده او جوه الثلاجه اللي انت بتفتح كده وتحط فيها الاكل، ده انسايد ريفريجريتور، ده جوه الثلاجه. عارف ايه اللي بيحصل؟ بيبدا غاز الفريون ياخد الحراره بتاعه الاكل، جوه الثلاجه غاز الفريون السائع دوت اللي هو كولد فريون جاز يبدا ياخد الحراره بتاعه الاكل. اذا لما غاز الفريون يعمل ابزورب للهيت فروم فود كده دوت كده اسمه اندوثيرميك. يبقى لو انت شاطر جدا قول لي ايه اللي حصل. يا مستر سهل قوي. هنا الفريون كان ليكويد. اسالك سؤال، هو ليه هنا الفريون ليكويد؟ يا مستر الفريون ليكويد عشان هو مضغوط. جزيئات الفريون بتتعرض لهاي بريشر. اذا هنا الفريون بيكون ليكويد. مشي في فالف، مشي بالعافيه، ده هم مضغوطين جدا. خرج للثلاجه ليه براح. راحت الجزيئات بعدت عن بعض، يعني هو اتحول من ليكويد لكولد فريون جاز. جوه الثلاجه الكولد فريون جاز بيبدا يسحب الحراره من الاكل، الكلام دوت جوه الثلاجه. لما يسحب الحراره من الاكل التفاعل دوت بنسميه اندوثيرميك، يعني تفاعل بيمتص الحراره. بدا يسحب الحراره من الاكل. ركز بقى معايا. بعد ما يسحب الحراره من الاكل الغاز دوت بيسخن شويه، يمشي هنا الكولد فريون جاز دوت بقي ورم، يمشي هنا. تمام؟ بيخش على حاجه هنا كده يا اولاد. دي قبل ما يمشي في الحته ديت الغاز بيمشي هنا يخش على حاجه هنا اهو، دي اسمها كومبريسور او بنقول عليها موتور، اللي هي الموتور بتاع الثلاجه. يا بص هنا الفريون غاز سحب الحراره من الاكل، بعد كده دخل على حاجه اسمها كومبريسور او الموتور دوت بيسخن الغاز جدا وبيعرضه برضو لهاي بريشر. بيسخن الغاز، هنا الغاز بيبقى سخن جدا. بعد كده الغاز يمشي في الانابيب دي. عايز اقول لسيادتك ان الانابيب ديت بتبقى في ظهر الثلاجه. تاني الانابيب ديت موجوده فين يا مستر؟ موجوده في ظهر الثلاجه. بص كده واحده ايه اللي حصل بالراحه عشان ما تتلخبطش معايا. انا في البدايه خالص كان عندي هنا تانك مليان فريون ليكويد. مره تاني تانك مليان فريون ليكويد. طب هو ليه ليكويد؟ لان هو مضغوط، الجزيئات بتاعته مضغوطه، فهو بيتعرض لهاي بريشر. مشي جوه فالف، خرج لقي براح اللي هو جوه الثلاجه. اول ما خرج اتحول لكولد فريون جاز. يبقى هو كان فريون ليكويد، خرج اتحول لكولد فريون جاز. اول ما اتحول هنا لكولد فريون جاز بدأ يسحب الحراره من الاكل، يعني بقي اندوثيرميك. حلو، سخن شويه، بعد كده دخل على الموتور سخن الغاز ده جدا، سخن الغاز. بعد كده مشي في الانابيب اللي ورا الثلاجه. بص بقى، اول لما بيمشي في الانابيب اللي ورا الثلاجه كل الحراره اللي جوه الغاز ديت بتبدا تخرج لبره للسراوندنج، تبدا تخرج. وساعتها طالما هو خرج الحراره التفاعل هيبقى بالنسبه لي او التغير هنا بالنسبه لي اكزوثيرميك، لانه عمال يخرج حراره. يبقى لو انت واخد بالك الغاز
سحب الحراره من الاكل وخرجها بره التلاجة. بعد كده يمشي 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 يدخل هنا على حاجه اسمها كوندنسر، المكثف. المكثف يبدا يرجع الغاز لليكويد تاني، ليكويد فريون. دي دوره التبريد. هقولها اخر مره ولو سمحت ركز معايا، ركز معايا كويس قوي. في البدايه لو انت شاطر قول لي ها الفريون بدا فين؟ هنا. الفريون لما بدا فين؟ هنا. كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ليكويد. طب هو ليه ليكويد يا مستر؟ لان هو متعرض لضغط عالي، هاي بريشر. يبقى دوت عباره عن هاي بريشر ليكويد فريون. مشي في انبوبه ضيقه اسمها فالف. اول ما مشي في انبوبه ضيقه اسمها فالف خرج على الثلاجه. تمام؟ هو خرج على الثلاجه. اول لما خرج على الثلاجه ايه اللي حصل؟ المستر هنا كان مضغوط، خرج على الثلاجه لقي براح، مع كان الجزيئات بعدت فتحول لكولد فريون جاز. هنا كان ليكويد، خرج بعدت تحول لكولد فريون جاز. بدأ الكولد فريون جاز يسحب الحراره من الاكل، يسحب الحراره من الاكل، بقي ورم، سخن شويه. بعد كده دخل على الموتور، الموتور سخنه جدا جدا جدا. يبقى تاني هنا كان دافي شويه، دخل على الموتور، الموتور سخنه. بعد ما دخل على الموتور وسخن، الغاز ده سخن، مشي في الانابيب اللي ورا الثلاجه. اول ما مشي في الانابيب اللي ورا الثلاجه عمل ايه يا مستر؟ خرج كل الحراره بره الثلاجه. ومشي مشي 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 في حاجه هنا اسمها كوندنسر هترجع الغاز تاني للليكويد، وهكذا بكل بساطه. طيب سريعا لو انت شاطر قول لي. اول حاجه بدانا بيها كنا في التانك. التانك كان فيه ليكويد فريون، حلو خالص. الليكويد فريون مشي في الفالف، خرج على براح، جزيئات الفريون بعدت. تمام؟ اول لما جزيئات الفريون بعدت معنى كده انها اتحولت، كانت ليكويد وبعدت يعني اتحولت ليه جاز، اتحولت ليه جاز. طب هو جاز ايه؟ كولد. جاز ايه؟ كولد. اول ما بقي كولد عدى على الاكل، سحب الحراره من الاكل، سحب الحراره من الاكل، بقي ورم، دخل على الموتور سخنه، مشي في الانابيب، خرج الحراره، رجع تاني للكوندنسر، رجعه لليكويد فريون، مشي في الفالف، خرج على براح، الجزيئات بعدت، بقي كولد جاز، سحب الحراره من الاكل، دخل على الموتور سخنه جدا، مشي في الانابيب، خرج الحراره، وهكذا. وصلت ولا ما وصلتش؟ لو انت خدت بالك هنا حصل عندي حاجتين. اول حاجه ان الفريون سحب الحراره من الاكل، اذا دوت اندوثيرميك. الفريون غاز خرج الحراره بره الثلاجه، اذا اكزوثيرميك. عشان كده بنقول في دوره التبريد بيحصل اندوثيرميك واكزوثيرميك، اندوثيرميك واكزوثيرميك. طيب انا هطلب من سيادتك طلب. طبعا الرسمه ديت مش الزاميه، مش حفظ، احنا كده بنعمل لك رسمه كروكي عشان نحفظك بيها ونفهمك بيها. بص يا بيه، انا هعملها تاني بس انت اللي هتقول لي. في البدايه خالص انا كان عندي تانك دوت كان فيه ليكويد. هسألك بقى وانا برسم ليكويد فريون. تبقى شاطر جدا لو قلت لي هو الليكويد فريون اللي جوه ده هنا فيه ليكويد فريون اهو. هنا فيه ليكويد فريون. الليكويد فريون ده هو ليه ليكويد؟ تقدر تقول لي؟ ها هو ليه هنا ليكويد؟ لانه متعرض لايه؟ لهاي بريشر. يبقى ليكويد فريون لان هو متعرض ليه هاي بريشر. نكمل مع بعض. الليكويد فريون بيمشي في انبوبه ضيقه اسمها فالف. اول لما بيمشي في الفالف بيطلع على التلاجة. التلاجة دي واسعه جدا واسعه جدا واسعه جدا واسعه جدا. بعد كده يخش على الموتور. طيب تعالى كده نشوف مع بعض اللي حصل. هنا كان عندي ليكويد فريون. الليكويد فريون دوت كان بيتعرض لهاي بريشر، مشي في الفالف مشي في الفالف مشي في الفالف مشي في الفالف. هو ماشي في الفالف الدنيا ضيقه متعرض لهاي بريشر، خرج على الثلاجه. اول لما خرج على الثلاجه خرج على براح، الجزيئات المضغوطه اللي هنا بعدت. انا كده جوه الثلاجه صح؟ وده بقي بالنسبه لي كولد فريون جاز. كان هنا ليكويد فريون مضغوط، ليكويد فريون مضغوط، مشي في الفالف، خرج على براح، الجزيئات بعدت، اتحول لكولد فريون جاز. تاني اتحول لايه يا اولاد؟ كولد فريون جاز اهو. كولد فريون جاز. الكولد فريون جاز في الثلاجه بيعمل ايه؟ بيسحب الحراره من الاكل، يسحب الحراره من الاكل. فانا اقول هنا absorb heat from the food، بيسحب الحراره من الاكل.
معنى كده ان التفاعل اللي هنا بيكون اندوثيرميك. حلو خالص. بعد لما الفريون سحب الحراره من الاكل، ركز بقى معايا، بيدخل على الموتور. بص كده اللي حصل، الفريون غاز سحب الحراره من الاكل، اتفاق الاندوثيرميك، دخل هنا على حاجه اسمها الموتور بتاع الثلاجه او الكمبريسور. الموتور ده بيعمل ايه؟ الموتور ده بيسخن الغاز قوي قوي قوي، فهنا بيبقى عندي هوت فريون جاز. يعني لو هو في الثلاجه ما سخنش قوي بسبب الاكل، يسخن في الموتور قوي. بعد كده يبدا الفريون يمشي في الانابيب، الانابيب ديت موجوده فين؟ موجوده ورا الثلاجه. تاني، الانابيب ديت موجوده فين؟ موجوده ورا الثلاجه. الانابيب دي موجوده ورا الثلاجه. الغاز سخن جدا وهو ماشي في الانابيب اللي ورا الثلاجه ديت، يبدا يخرج الحراره، يعني التفاعل هيبقى اكزوثيرميك. بعد كده يمشي يدخل على حاجه اسمها كوندنسر، يرجعه تاني ليكويد، وهكذا. اخر مره هشرحها لان انا تعبت. الناس ركز معايا. اول حاجه احنا بدانا هنا في التانك بتاعي فيه ليكويد فريون. طب هو ليه ليكويد؟ لان هو متعرض لهاي بريشر. مش الليكويد دوت في انبوبه رفيعه اسمها فالف، خرج على الثلاجه الواسعه. بص، مشي بالعافيه في الفالف، خرج على الثلاجه الواسعه. اول لما خرج على الثلاجه الواسعه لقي براح، مشي في انبوبه ضيقه، خرج على الثلاجه الواسعه لقي براح. اول لما لقي براح، جزيئات الفريون بعدت. مشي في الانبوبه الضيقه، خرج على الثلاجه لقي براح. اول ما لقي براح، جزيئات الفريون بعدت. جزيئات الفريون الليكويد بعدت، عملت لي حاجه اسمها كولد فريون جاز. جوه الثلاجه الكولد فريون جاز عمال يسحب الحراره، تمام؟ مع كان تفاعل اندوثيرميك، هيخش على الموتور، هيسخنه جدا، يعدي على الانابيب، يخرج كل الحراره اللي سحبها اكزوثيرميك، الانابيب دي اللي ورا الثلاجه، يرجع تاني لحاجه اسمها كوندنسر، يرجعه ليكويد، وهكذا. دي اسمها ريفريجريشن سايكل. في الريفريجريشن سايكل بنمر بثلاث عمليات. ثانيه واحده. في الريفريجريشن سايكل بنمر بثلاث عمليات. اول عمليه اسمها اكسبانشن اند ايفابوريشن. عارف امتى العمليه دي بتحصل؟ بص، اسمها اكسبانشن اند ايفابوريشن لما الليكويد فريون يخرج من التانك على الثلاجه اهو. ده هنا بيحصل اكسبانشن اند ايفابوريشن. يبقى دي اول عمليه بتحصلها، اكسبانشن اند ايفابوريشن. ازاي يا حبيب قلبي؟ ما انت عارف ان انت عندك هنا ليكويد فريون، صح؟ ليكويد فريون. الليكويد فريون دوت لو انت شاطر متعرض ليه هاي بريشر، مشي جوه الفالف، مشي في الفالف، يبقى انت عندك ليكويد فريون مشي بالعافيه في الفالف، مشي في العافيه بالفالف. اول لما مشي في الفالف خرج على الثلاجه، فالجزيئات بعدت، حصل اكسبانشن يعني تباعد، اند ايفابوريشن يعني الليكويد اتحول لجاز. يبقى لما خرج من التانك هنا كان ليكويد، اول لما خرج من التانك على الثلاجه اتحول لكولد فريون جاز اهو. اول ما خرج من التانك على الثلاجه اتحول لكولد فريون جاز، تمام؟ حصل له حاجتين، ايه وايه بقى؟ من هنا لهنا، هنا كان ليكويد ومضغوط، هنا بقي جاز وبعد، يبقى حصل له اكسبانشن اند ايفابوريشن اهو. بيقول لك الاكسبانشن اند ايفابوريشن بيحصل ده ليكويد فريون، لما الليكويد فريون باس اندر هاي بريشر، لما الليكويد فريون يمشي تحت هاي بريشر ثرو ا نارو فالف، يمشي خلال فالف ضيقه، تيرنينج انتو ا كولد جاز، ويتحول لكولد جاز. طب لو انت شاطر قول لي الكولد جاز دوت في الثلاجه بيعمل ايه؟ بيعمل ابزورب للهيت اهو، which absorb the heat from the food inside the refrigerator، والعمليه دي اسمها اندوثيرميك. يبقى دي اول حاجه حصلت. الفريون كان في التانك عباره عن ليكويد متعرض لهاي بريشر، مشي في الفالف، بعد،
بعد حصل اكسبانشن اند ايفابوريشن. حصل هنا اكسبانشن اند ايفابوريشن ده بكل بساطه، وساعتها بيبدا يسحب الحراره فالتفاعل يبقى اندوثيرميك. طيب نكمل مع بعض. تاني عمليه بتحصل اسمها الكمبريشن. الكمبريشن ديت اللي بتحصل في الموتور. قلت لك الموتور بيسخن جدا جدا الغاز اهو. The compressor اللي هو الموتور draws the gas and compress it so its temperature rise. بيبدا يضغط الغاز ويعلي درجه حرارته. بعد كده الكوندنسيشن، الكوندنسر يرجع تاني الغاز لليكويد. The hot gas pass through the pipes. الهوت جاز بيمشي في البايبس اللي هي بره ورا الثلاجه ويبدا يخرج الحراره. Pipe network located behind the refrigerator so it cools down turning into liquid again and it accompanied by release of heat. اذا التفاعل ده بيبقى exothermic وبعد كده يرجع لليكويد تاني ونكرر العمليه. قبل ما اخش على الهيت اوف ديسوليوشن معلش تعال نلخص اللي احنا قلناه كله. في البدايه خالص احنا اتكلمنا على حاجه اسمها thermal changes accompany physical changes. يعني ايه يا مستر ديت؟ التغيرات الحراريه المصاحبه للتغيرات الفيزيائيه. طيب لو انت فاكر قلت لك التغير الفيزيائي بالنسبه لي لما شكل الماده يتغير او حالتها من غير ما اغير في تركيبها الكيميائي. اذا الفيزيكال تشينج ده كان عباره عن، خد بالك انا مش مجرد ان انا بشرح لك، انا بشرح وبذاكر معاك، تمام؟ فيزيكال تشينج ده كان عباره عن change in the shape and state of matter without a change in structure. ولو انت فاكر قلت لك الفيزيكال تشينج دوت زي ايه؟ زي لما الماده تتحول من سوليد لليكويد او من ليكويد لجاز والعكس. اي تحول هنا ده عباره عن فيزيكال تشينج، من سوليد لليكويد، من ليكويد لجاز، او من جاز لليكويد ومن ليكويد لسوليد، او من سوليد لجاز، او من جاز لسوليد. كل دولت اسمهم فيزيكال تشينجز. عشان يحصلوا لازم يبقى في تغير حراري، يعني عشان السوليد يبقى ليكويد لازم يمتص حراره، عشان الليكويد يبقى جاز لازم يمتص حراره. طبعا سيادتك تعال نسمي كل المسميات. من سوليد لليكويد العمليه اسمها ميلتنج، من ليكويد لجاز العمليه اسمها ايفابوريشن، من جاز لليكويد العمليه اسمها كوندنسيشن، من ليكويد لسوليد العمليه اسمها فريزنج، من سوليد لجاز العمليه اسمها سبليميشن، من جاز لسوليد العمليه اسمها ديبوزيشن. كل دولت فيزيكال تشينجز. الميلتنج والايفابوريشن والكوندنسيشن والفريزنج والديبوزيشن والسبليميشن، كل الفيزيكال تشينجز دولت عشان يحصلوا محتاجين حراره. يعني سواء الميلتنج او الايفابوريشن او السبليميشن كل دولت عشان يحصلوا بيعملوا جين للهيت والتفاعل بيبقى اندوثيرميك. يبقى عشان يحصل الميلتنج او الايفابوريشن بيحصل جين للهيت والتفاعل بيبقى اندوثيرميك. طب الاثنين اللي جايين بقى الكوندنسيشن والفريزنج والديبوزيشن دول بيعملوا ريليز للهيت والتفاعل بيبقى اكزوثيرميك. طيب ده كانت بدايتنا في الدرس. بعد كده قلت لك تعالى نغسل ايدينا، فاكر؟ مره غسلنا ايدينا بحاجه اسمها انتي سيبتك هاند جل، والمره الثانيه غسلنا ايدينا بحاجه اسمها لوندري باودر. حلو. لما غسلنا ايدينا بالانتي سيبتيك هاند جل قلت لك اول لما حطيت الجل على ايدي الجل سحب الحراره من ايدي، صح؟ فساعتها لما الجل يسحب الحراره من ايدك هتسقع لان هو اخد الحراره اللي في ايدك، فتقول لي كده ده انتي سيبتيك هاند جل absorb
absorb heat from the hand. يعني الجل سحب الحرارة من ايدي، وساعتها التفاعل دوت بنسميه اندوثيرميك. التفاعل دوت بنسميه اندوثيرميك لان هو سحب الحرارة من ايدي. وساعتها اول لما يسحب الحرارة من ايدي سيادتك هتحس ان ايدك ديت سقعت، ف your hand feels cold. يعني بكل بساطة حطيت الجل على ايدي سحب الحرارة من ايدي، يبقى التفاعل اندوثيرميك وايدي هتحس ان هي كولد. طبعا الجل لما بيسحب الحرارة من ايدي الكحول اللي في الجل ده بيتبخر. طب تاني حاجة، لما غسلت ايدي باللوندري باودر، لا لما غسلت ايدي باللوندري باودر، اول ما اللوندري باودر اللي هو الاريال او برسيل بيقع عليه المية بيخرج حرارة، فهنقوله كده the laundry powder release heat. اللوندري باودر دوت هيخرج حرارة. معنى طبعا to the hand للايد، معنى ان هو هيخرج حرارة للايد طبعا اول ما ينزل على المية، معنى كده ان التفاعل دوت هيبقى اسمه exothermic. حلو جدا، التفاعل دوت يبقى exothermic، وساعتها ايدي هتسخن. your hand feel hot او warm. your hand feel warm. طبعا سواء هنا او هنا، لو انا سالتك ليه your hand feel cold تقول لي because antiseptic hand gel absorb heat from the hand وتقول له endothermic. طب ليه هنا your hand feel warm تقول له because the laundry powder release heat to the hand اللي هو exothermic. ده بكل بساطه. طيب بعد ما خلصنا الجزئيه ديت تمام بتاعه اللوندري باودر، سواء بقى اللوندري باودر او الانتي سيبتيك هاند جل، دخلنا على جزئيه افكرك كده، دخلنا على الجزئيه بتاعه الريفريجريشن سايكل اللي هي دوره التبريد اهو. ريفريجريشن سايكل، وقلت لك ان الريفريجريشن سايكل ديت هي عباره عن دوره حراريه او عمليه حراريه مغلقه ومتكرره، عباره عن closed and repeated thermal process اللي بيحصل فيها الحراره بيتم امتصاصها من الاكل at which اللي فيها heat is absorbed from the او from inside refrigerator طبعا التفاعل ده كده endothermic and released to surroundings. يعني هي عباره عن دوره حراريه متكرره ومغلقه فيها بنسحب الحراره من جوه الثلاجه ونخرجها بره الثلاجه اهو at which heat is absorbed from inside refrigerator and released to surroundings. حلو خالص. طيب بعد ما قلنا الجزئيه ديت قلت لك ايه، تعالى نفتكر كده مع بعض دوره التبريد. كنا بنبدا بالتانك، التانك دوت كان بيبقى فيه ليكويد فريون، واوعى تنسى ان انا قلت لك ان هو بيبقى ليكويد لان هو متعرض ليه هاي بريشر. حلو خالص. بيبقى الفريون هنا مضغوط جدا وعباره عن ليكويد. لو انت تقول لي بيمشي جوه انبوبه ضيقه جدا، الانبوبه الضيقه ديت يا مستر كان اسمها نارو فالف. ده مضغوط مشي في الانبوبه بالعافيه، خرج لبراح. خرج لبراح فين يا مستر؟ في الثلاجه اهو. خرج لبراح في الثلاجه. اول لما خرج لبراح في الثلاجه بص اللي هيحصل، ده كان مضغوط والجزيئات مضغوطه، خرجت بعدت. حصل هنا اول حاجه اسمها expansion and evaporation. بنقول ان حصل هنا حاجه اسمها expansion and evaporation. يعني يا مستر expansion and evaporation؟ تمدد وتبخر، الجزيئات المضغوطه تمددت وبعدت عن بعض.
طب بعدها ايه اللي حصل يا مستر؟ تعالى نكمل. بعدها اهو هيدخل جوه حاجه اسمها الموتور. موتور. تعالى بس نركز مع بعض. هنا حصل اكسبانشن اند ايفابوريشن، الجزيئات بعدت وعمل لي كولد فريون جاز. حلو خالص. الكولد فريون جاز بيسحب الحراره من الاكل، يسحب الحراره من الاكل، يسحب الحراره من الاكل. معنى كده ان التفاعل هيبقى اندوثيرميك، انه عمال يسحب الحراره من الاكل، يسحب الحراره من الاكل. اول لما دخل على الموتور، الموتور سخنه جدا، سخنه جدا. رايز اتس تمبريتشر. يبقى هو هنا كان ليكويد مضغوط، مشي بالعافيه مشي بالعافيه مشي بالعافيه. اول ما خرج حصل له اكسبانشن اند ايفابوريشن، بعد اتحول لايه؟ كولد فريون جاز. اكسبانشن اند ايفابوريشن، بعد اتحول ليه كولد فريون جاز. ممتاز. كولد فريون جاز سحب الحراره من الاكل، سحب الحراره من الاكل، سحب الحراره من الاكل. التفاعل اندوثيرميك. دخل على الموتور، الموتور سخنه، مشي فيه اهو مشي فيه البايبس. البايبس اللي ورا الثلاجه بيخرج الحراره، يبقى التفاعل اكزوثيرميك. وبعد كده يحصل له كوندنسيشن ويرجع تاني. بس كده، دي دوره التبريد. بتحصل في 3 عمليات. اول عمليه ايفابوريشن اند اكسبانشن اند ايفابوريشن. تاني عمليه هي عمليه الكومبريشن. الكومبريشن اللي هي الضغط او الكمبريسور اللي هي في الموتور. تالت عمليه هي عمليه الكوندنسيشن عشان يرجع تاني، وهكذا وتتكرر. كان ليكويد فريون بإغاز، سحب الحرارة، دخل على الموتور، سخن جدا، مشي في البايبس، خرج الحرارة، رجع ليكويد فريون، وهكذا. يلا بقى ندخل على آخر جزء في الدرس. ندخل على الجزء الثاني وهو thermal changes accompanying dissolution. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ التغيرات الحرارية المصاحبة لعملية الذوبان. تاني، التغيرات thermal changes يعني التغيرات الحراريه accompanying المصاحبه dissolution لعمليه الذوبان. انا عايز اشوف ايه التغيرات الحراريه المصاحبه لعمليه الذوبان بكل بساطه عشان بس الدنيا تبقى مفهومه. انا دلوقتي يا اولاد لو جبت كوبايه ميه حطيت فيها ملح، احيانا ذوبان الملح دوت يخرج حراره فتلاقي الكوبايه سخنت جدا، تمام؟ والتفاعل يبقى اكزوثيرميك. ملح تاني يبدا يمتص حراره وتلاقي الكوبايه سقعت جدا، وساعتها يبقى التفاعل اندوثيرميك. اذا عمليه الذوبان ان انا ادوب ملح في ميه بيصاحبها اما خروج حراره او دخول حراره. الحراره اللي بتخرج يبقى تاني بكل بساطه، انا دلوقتي لو جبت كوبايه ميه، ادي كوبايه جواها ميه اهو، كوبايه الميه ديت لو دوبت فيها ملح، بعض انواع الملح لما بتدوب بتخرج حراره، بتخرج حراره جدا جدا شديده. بعض انواع الملح لما بتدوب بتدخل حراره. الحراره اللي خرجت او الحراره اللي دخلت اثناء ذوبان الملح اسمها heat of dissolution، حراره الذوبان. يبقى تاني، لما بدوب ملح في ميه، اخر مره، لما بدوب ملح في ميه، لما بدوب ملح في ميه بعض انواع الملح بتخرج حراره، بعض انواع الملح بتدخل حراره. طيب لما بتخرج او بتدخل بنسميها heat of dissolution اللي هي حراره الذوبان. الحراره اللي خرجت او دخلت اثناء الذوبان اسمها heat of dissolution. بنقول عليها it's the amount of heat absorbed or released when dissolving specific quantity of solute is known volume of solvent. يعني الكلام ده يا مستر؟ طبعا انت عارف ان انا لما بدوب حاجه في حاجه، الحاجه اللي بتدوب اسمها solute، يعني الملح اللي بيدوب اسمه solute، والميه اللي بتدوب الملح اسمها solvent. solute على solvent بيعمل لي solution. يبقى لما بدوب السوليوت في السولفنت
يعني بدوب الملح في الميه، لا بدوب السوليوت في السولفنت، تمام؟ احيانا بيخرج حراره، احيانا بيدخل حراره. الحراره اللي بتخرج او بتدخل بنسميها هيت اوف ديسوليوشن. تاني بنسميها ايه يا اولاد؟ هيت اوف ديسوليوشن. ايه الهيت اوف ديسوليوشن؟ حراره الذوبان. بص عباره عن ايه؟ amount of heat، كميه الحراره، absorbed or released، كميه الحراره اللي بيتم امتصاصها او بتخرج when dissolving، لما بندوب specific quantity of solute، لما بندوب ملح in known amount او in known volume of solvent. لما بندوب ملح في ميه، لما بندوب solute في solvent، اما بيخرج حراره او بيدخل حراره، اسمها heat of dissolution اللي هي حراره الذوبان. طيب تعالى نعمل تجربه نشوف فيها الكلام ماشي ازاي. ده خالص انا جبت ملح او جبت هنا كونتينر. الكونتينر ده يا ولاد حاجه اسمها الكالوريميتر. ده عباره عن مد او اناء عازل، بنقول عليه انزيوليتد كاب، اناء عازل، تمام؟ يعني الاناء دوت ما بيتاثرش باللي حواليه، اناء عازل. حلو. حطيت فيه ترمومتر، وهنا في ميه. مره هدوب ملح اسمه الصوديوم هيدروكسيد، ومره ثانيه هدوب ملح اسمه امونيوم نيتريت. طبعا انت عارف الكلام دوت. صوديوم هيدروكسيد NaOH رمزه، امونيوم نيتريت رمزه NH4OH. يبقى انا عندي صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. حلو. نبدا بواحد واحد. يبقى تاني انا جايب ميه وجايب انزيوليتد كاب، حاطط ثرمومتر، وهدوب ملح الصوديوم هيدروكسيد. ونفترض ان انا هبدا الاول ادوب الصوديوم هيدروكسيد. بص اللي حصل لما دوبنا الصوديوم هيدروكسيد وقسنا الحراره، ركز معايا، لقينا بص ادي الكب اهو، ادي الكب وادي الصوديوم هيدروكسيد وادي الترمومتر. اول لما دوبت الصوديوم هيدروكسيد الحراره زادت، حراره الثرمومتر زادت. يعني حرارته الثانيه بعد ما دوبت الصوديوم هيدروكسيد اعلى من حرارته الاولى. يعني بكل بساطه انا كان عندي كب، زودت صوديوم هيدروكسيد، اول ما زودت الصوديوم هيدروكسيد وقلبت الحراره زادت. معنى كده ان الصوديوم هيدروكسيد لما داب خرج حراره. تقول لي ازاي يا مستر حبيب قلبي؟ ما هو لما بيخرج حراره، خد بالك، بص نفترض دي كوبايه اهي، نفترض دي كوبايه اهي، نفترض دي كوبايه، انا دوبت في الملح في الكوبايه. الملح لما هيخرج حراره انا احس بسخونه، لان الملح خرج حراره، انا احس بسخونه. نفس الكلام انا لما دوبت الصوديوم هيدروكسيد في الميه خرج حراره، فالحراره زادت. معنى كده ان التفاعل دوت اكزوثيرميك. طب بص هنا، لما دوبت الامونيوم نيتريت في الميه ال NH4NO3 لقيت الحراره قلت. عارف يعني ايه الحراره قلت؟ معنى كده ان هو ذات نفسه امتص الحراره، امتص الحراره. خد بالك هو لما بيمتص الحراره من اللي حواليه يعني بياخد حراره من اللي حواليه، يعني الحراره اللي حواليه بتقل. الملح ذات نفسه لما داب امتص حراره، يعني الحراره اللي حواليه قلت، فمعناها اندوثيرميك. يبقى ركز، يخرج حراره، حراره تزيد، اكزوثيرميك. قول ورايا، يخرج حراره، حراره تزيد، اكزوثيرميك. يدخل حراره، حراره تقل، اندوثيرميك. يلا بينا. يخرج حراره، حراره تزيد، اكزوثيرميك. يخرج حراره، حراره تزيد، اكزوثيرميك. يدخل حراره، حراره تقل، اندوثيرميك. اخر مره. يخرج حراره، حراره تزيد، اكزوثيرميك. يدخل حراره، حراره تقل، اندوثيرميك. يدخل حراره يعني انت لو ماسكه كده بايدك هو عمال ياخد الحراره اللي في ايدك، فانت ايدك تسقع، هو عمال ياخد الحراره فاللي حواليه بيسقع. يبقى يخرج حراره، حراره تزيد، اكزوثيرميك. يدخل حراره، حراره تقل، اندوثيرميك. يخرج حراره، حراره تزيد، اكزوثيرميك. يدخل حراره، حراره تقل، اندوثيرميك. حلو خالص. طيب يبقى بكل بساطه انا هنا اتكلمت عن حاجتين. اول حاجه اتكلمت عن heat of dissolution، يعني حراره الذوبان، هي الحراره اللي بتنتج من ذوبان سوليوت في سولفنت. الحراره بتنتج لما بدوب حاجه في حاجه، فبنقول هنا it is the amount of heat absorbed or released اللي بيتم امتصاصها او خروجها on dissolving solute in solvent، لما بندوب سوليوت في سولفنت. دوبنا صوديوم هيدروكسيد ودوبنا امونيوم نيتريت، ها لما دوبنا صوديوم هيدروكسيد ها ايه اللي حصل؟ بيخرج حراره، حراره تزيد، اكزوثيرميك.
لما دوبنا امونيوم نيتريت يدخل حراره تقل اندوثيرميك. بيقول لك الاكزوثيرميك ديسوليوشن، انا عندي نوعين من الديسوليوشن. الديسوليوشن او الذوبان في منه نوعين، نوع اسمه اكزوثيرميك ديسوليوشن ونوع اسمه اندوثيرميك ديسوليوشن. لا بكل بساطه ايه هو الاكزوثيرميك ديسوليوشن؟ لما دوب الملح في الميه، لما دوب الملح في الميه يخرج حراره تزيد اكزوثيرميك، ساعتها نسميه اكزوثيرميك ديسوليوشن. لما دوب الملح في الميه لو دخل الحراره فبنقول عليه بندخل حراره تقل اندوثيرميك، ساعتها اسمه اندوثيرميك ديسوليوشن. يبقى لو انا دوبت الملح وخرج حراره اكزوثيرميك ديسوليوشن، لو انا دوبت الملح واخد حراره اندوثيرميك ديسوليوشن، لو انا دوبت الملح والحراره زادت اكزوثيرميك، لو انا دوبت الملح والحراره قلت اندوثيرميك. حلو؟ يبقى المهم الاغنيه ديت اهو، دي كلمه سر على فكره، لو سمحت عايز حاجه تكتبها لي في الكومنتس، وممكن نعمل لكم كده مسابقه او امتحان ونكتب لكم فيه السؤال دوت. ها سمعني كده الاغنيه اللي احنا لسه قايلينها. يخرج حراره تزيد اكزوثيرميك. حلو. يدخل حراره تقل اندوثيرميك. يخرج حراره تزيد اكزوثيرميك. يدخل حراره تقل اندوثيرميك. حلو جدا. نبدا بالاكزوثيرميك ديسوليوشن. It's a physical change accompanied by release of thermal energy. أو exothermic يعني بيخرج حرارة، هو عبارة عن تغيير فيزيائي كده بيخرج الحرارة عبارة عن تغيير فيزيائي. بيصاحبه release thermal change أو thermal energy. release thermal energy يعني بيخرج حرارة to surrounding. طب هنا الاندوثيرميك it's a physical change accompanied by absorption of thermal energy، يعني الاندوثيرميك بيمتص الحرارة. طيب لما دوب الملح في المية، ديت الأملاح اللي لما ادوبها بتخرج الحراره والاكزوثيرميك، دي الاملاح لما ادوبها بتاخد حراره اندوثيرميك. لازم يتحفظ. قول ورايا بقى، قول ورايا. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. بص هنقول واحد من هنا وواحد من هناك. دول الاكزوثيرميك يعني لما ادوبهم يخرجوا حراره، دول الاندوثيرميك يعني لما ادوبهم بياخدوا حراره. حلو؟ هنا الحراره بتزيد، هنا الحراره بتقل، درجه الحراره يعني. دول اتخرجوا حراره ودرجه الحراره زادت، دولت اخدوا حراره ودرجه الحراره قلت. قول ورايا. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. اسمها صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. اخر مره صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. يلا اللي بعده. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. يلا ها. صوديوم هيدروكسيد. اخر مره صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. حلو خالص. بص بقى اللي جايين دولت، اللي جايين هنا هم اللي هنا. بص كده معايا الاول، بس في اختلاف بسيط شويه. صوديوم كربونيت قصاده صوديوم باي كربونيت. يبقى خد بالك دولت اكزو دولت اندو، دول يخرجوا حراره دول يدخلوا حراره. تعال نقولهم. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. مره ثانيه. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. حلو خالص. اللي بعده صوديوم كربونيت، صوديوم باي كربونيت. طيب الثلاثه دول هم الثلاثه دول. الفرق ان دولت حاجه اسمها انهيدرس ودولت اسمهم حاجه اسمها هيدريتد. هفهمك الفرق ما بينهم بس ركز معايا. قول ورايا بقى. انهيدرس كبر سلفيت، هيدريتد كبر سلفيت. انهيدرس كوبالت كلورايد، هيدريتد كوبالت كلورايد. انهيدرس ليثيوم كلورايد، هيدريتد ليثيوم كلورايد. يبقى نركز كده مع بعض. قول ورايا مين هم اللي هنا ومين هم اللي هنا واحده واحده، وهفهمك ايه الفرق بين الانهيدرس والهيدريتد. يلا بينا. اول حاجه بدأنا بيها ها صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. يلا تاني ها. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. تاني. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. صوديوم كربونيت، صوديوم بايكربونيت. ادينا حفظنا 6، 3 هنا و3 هنا. يلا اخر مره. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. تاني. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نيتريت. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. صوديوم كربونيت، صوديوم بايكربونيت. ها صوديوم كربونيت، صوديوم بايكربونيت. بعد كده كل اللي هنا اسمهم انهيدرس، كل اللي هنا اسمهم هيدريتد. طيب
انهيدرس كبر سلفيت هيدريتد كبر سلفيت. انهيدرس كوبالت كلورايد هيدريتد كوبالت كلورايد. انهيدرس ليثيوم كلورايد هيدريتد ليثيوم كلورايد. بص بقى ايه الفرق بين انهيدرس وهيدريتد؟ هيدريتد يعني بيحتوي على ميه، هيدريتد يعني الملح معاه قطرات من الميه. انهيدرس يعني لا يحتوي على ميه، ملح مجفف. يبقى لو هو لا يحتوي على ميه اهو ملح مجفف اسمه انهيدرس، لو بيحتوي على ميه اسمه هيدريتد. يبقى اخر مره هنقولهم ونرد على بعض. هنا عندي الاملاح الاكزوثيرميك وهنا عندي الاملاح الاندوثيرميك. يعني ايه املاح اكزوثيرميك؟ يعني دولت لما بدوبهم بيخرجوا حراره. طيب دولت لما بدوبهم يدخلوا حراره، دولت يزودوا درجه الحراره اللي حواليهم، دولت يقللوا درجه الحراره اللي حواليهم. تمام. يلا بينا مين ومين؟ صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نايتريت، كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت. يلا ها، صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نايتريت. تاني صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نايتريت، كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت، صوديوم كربونات، صوديوم بايكربونات. حلو خالص. بعد كده خدنا الانهيدرس والهيدريتد. انهيدرس كبر سلفيت، هيدريتد كبر سلفيت. انهيدرس كوبال كلورايد، هيدريتد كوبال كلورايد. انهيدرس ليثيوم كلورايد، هيدريتد ليثيوم كلورايد. ايه الفرق؟ انهيدرس يعني مجفف، مجفف ما فيهوش ميه. هيدريتد يعني معاه ميه، في ميه. حلو. دايما طبعا لازم دول تتحفظوا. لما اجي احول او تعالى ايه نكتبها لك في الوايت بورد. دايما لما اجي احول الملح من هيدريتد، انا قلت لك هيدريتد يعني معاه ميه، ملح مع ميه with water. دايما لما احول الملح من هيدريتد ل انهيدرس، انهيدرس دوت يعني معهوش ووتر، without water يعني مجفف. ملح كان فيه ميه، تمام؟ انا عايز اجففه بسخنه. يعني انا لو عندي ملح فيه ميه عايز اجففه بسخنه عشان ما تتبخر. يبقى عشان احول من هيدريتد لانهيدرس بسخنه، يعني جين هيت، فالتفاعل بتاعه بيبقى اندوثيرميك. يبقى دايما لما بحول ملح من هيدريتد لانهيدرس يعني معاه ميه، مش معاه ميه، كان معاه ميه ما بقاش معاه ميه، كان هيدريتد بقي انهيدرس، لازم اديله حراره، لازم الملح، يعني الملح ده لو فيه ميه انا عايز اخليه من غير ميه هسخنه، يبقى هديله حراره يعني هيبقى اندوثيرميك. حلو خالص؟ تمام. يبقى بسرعه كده نراجع على الجزئيه ديت عشان سيادتك ما تتوهش مني. سريعا احنا اتكلمنا على حاجه اسمها هيت اوف ديستريبيوشن. يعني ايه هيت اوف ديستريبيوشن؟ قلت لك لما بدوب ملح في ميه احيانا الملح دوت بيخرج حراره واحيانا بيدخل حراره. الحراره اللي هتخرج او هتدخل اسمها هيت اوف ديستريبيوشن. يبقى هي الهيت اوف ديستريبيوشن هي كميه الحراره amount of heat absorbed or released، كميه الحراره اللي بتمتص او بتخرج. امتى؟ لما ادوب ملح في ميه on dissolving solute in solvent اهو when dissolving solute in solvent. حلو خالص. عملنا تجربه، جبنا صوديوم هيدروكسيد، جبنا امونيوم نايتريت. الصوديوم هيدروكسيد اول ما دوبته خرج لي حراره، ولقيت درجه الحراره عليت. تمام. الصوديوم هيدروكسيد يبقى هو اكزوثيرميك اهو، اكزوثيرميك يخرج حراره تزيد. حلو. طيب الامونيوم نايتريت اول ما دخلته، اول ما دوبته لقيت اللي حصل يا مستر، لقيته دخل حراره، الحراره قلت. اندوثيرميك يدخل حراره تقل. اكزوثيرميك يخرج حراره تزيد. اندوثيرميك يدخل حراره تقل. وعرفنا هنا صوديوم هيدروكسيد، هنا امونيوم نايتريت. وخدنا الاملاح اللي بتزود الحراره والاملاح اللي بتقلل الحراره. خدنا الاملاح اللي بتخرج حراره الاكزوثيرميك، وخدنا الاملاح اللي بتدخل حراره اندوثيرميك. خد بالك، يخرج حراره يعني بيخلي درجه الحراره اللي حواليه تزيد، يدخل حراره يعني بيمتص الحراره اللي حواليه فبيخلي درجه الحراره اللي حواليه تقل. طيب مين هنا فاكرهم؟ كنا بنقول واحد وواحد. يلا سمعني. صوديوم هيدروكسيد، امونيوم نايتريت، كالسيوم كلورايد، بوتاسيوم سلفيت، صوديوم كربونات، صوديوم بايكربونات. حلو. بعد كده خدنا ايه؟ انهيدرس كبر سلفيت، هيدريتد كبر سلفيت. انهيدرس كوبالت كلورايد، هيدريتد كوبالت كلورايد. انهيدرس ليثيوم كلورايد، هيدريتد ليثيوم كلورايد. لما تيجي تحول من هيدريتد لانهيدرس، من هيدريتد لانهيدرس يعني من حاجه فيها ميه لحاجه ما فيهاش ميه بسخن، يعني التفاعل اندوثيرميك. حلو جدا. اهو من هيدريتد لانهيدرس يبقى التفاعل بيبقى اندوثيرميك، واكيد العكس هيبقى التفاعل اكزوثيرميك. مثلا اهو انا كان عندي هنا يا اولاد هيدريتد كبر سلفيت، يعني بص ده كبر هيدريتد يعني كبر سلفيت مع ميه،
انا عايز احوله الانهيدرس، هسخنه عشان الميه تتبخر، هسخنه يبقى تفاعل اندوثيرميك. طب انا راجع اكيد تفاعل يبقى اكزوثيرميك. نفس الكلام هنا. هايدريتد انا عايز اخليه يبقى من غير ميه، هسخنه فيبقى ساعتها اندوثيرميك. طيب دي كده تجربه هتقراها كده بكل بساطه. واخر جزئيه عندنا هنا بيقول لك مثلا انا دلوقتي كان عندي ملح، اي ملح اسمه اكس، دوبت من الملح دوت 2 جرام في الميه، خلى درجه الحراره تزيد بمقدار 9 سيليزيوس. زاد بمقدار 9 سيليزيوس يعني ده التغير في درجه الحراره. يعني ايه مثلا التغير في درجه الحراره؟ يعني مثلا الحراره كانت 21 بقت 30، يبقى هي اتغيرت بمقدار كام؟ اتغيرت بمقدار 9. التغير 9، التغير 9 يعني هي زادت بمقدار كام؟ بص كده خدت بالك؟ انا عندي ملح اكس زودت منه 2 حطيت منه 2 جرام، الحراره اتغيرت بمقدار 9. طب بص كده اللي جديت، لو انا كنت زودت منه 4 جرام كانت هتتغير بمقدار كام؟ بص بقى بعملها ازاي؟ بص بعملها ازاي لو سمحت. بتعملها كده بالظبط. لما تدوب منه 2 جرام الحراره اتغيرت بمقدار 9. حلو. لما ادوب منه 4 جرام الحراره تتغير بمقدار كام؟ بعمل كروس مالتيبلاي، ده باي ده ديفايد ده، 4 باي 9 ديفايد 2. مثلا لو زودت منه 2 جرام الحراره اتغيرت باي 9 بمقدار 9. لما ازود منه 6 جرام الحراره تتغير بمقدار كام؟ اعمل كروس مالتيبلاي، ده باي ده ديفايد ده، يعني 6 باي 9 ديفايد 2. تمام؟ يبقى بكل بساطه يعني ايه التغير في الحراره؟ يعني هي زادت بمقدار كام او قلت بمقدار كام؟ يعني مثلا الحراره كانت 21 بقت 30، يبقى هي زادت بمقدار 9. يبقى انا لما دوبت 2 جرام بكل بساطه هنا معناها مثلا اهو، انا لما دوبت 2 جرام من الملح ده، من ملح اكس، لما انا دوبت 2 جرام درجه الحراره زادت 9. مثلا لما ادوب منه 6 جرام هتزيد بقد ايه؟ اعمل كروس مالتيبلاي، سهل قوي. اخر حاجه هنتكلم عليها هي اللايف ابلكيشن دوت، او حاجه بنستخدمها في الصيدليه. يلا بقى ندخل على الجزء اللي جاي اللي هيتكلم على الباكس او الهوت او الكولد كومبريسور باكس. يلا بينا. هنتكلم دلوقتي على حاجه اسمها انستنت كولد اند هوت كومبريسس او باكس. ايه الباكس ديت يا مستر؟ دي بتبقى عباره يا اولاد عن باكس مليانه ميه وملح، فيها ملح يعني نوع معين من الاملاح. طيب على حسب بقى ايه الملح اللي جواه. طيب الباكس ديت اول حاجه بتعملها انك بتضغط عليها عشان تدوب الملح في الميه. يعني الباك دوت جواه ميه وملح، اول حاجه انت بتضغط عليها عشان تدوب الملح في الميه، تبدا تعمل لها شيك. يعني انت تعمل لها شيك وتضغط عليها، تهزها تضغط عليها عشان تدوب الملح في الميه. بعد كده بص بقى تاني، انا عندي باك جواه ملح وميه، ببدا اهزها اعمل لها شيكنج وكمان اضغط عليها. لما الملح هيدوب في الميه، لو الملح دوت اكزوثيرميك تلاقي الباك دي سخنت. طب لو اندوثيرميك تلاقيها سقعت، يعني هي كانها حاجه بتسخن او حاجه بتسقع. يبقى هي عباره عن سولت بلس ووتر، كيس جواه ملح وميه، بعمل له شيكنج، بعد كده اعمل له بريس. اول ما اعمل له شيكنج وبريس الملح بيدوب في الميه. لما الملح بيدوب في الميه لو هو اكزوثيرميك هيخرج حراره ولا هي سخنت. طب لو هو اندوثيرميك هيسحب الحراره ولا هي سقعت. حلو خالص. طيب واستخدمها على المكان اللي انا موجوع فيه. بص بقى انا عندي نوعين من الباكس. نوع من الباكس جواه مغنيسيوم سلفيت وده بيبقى اكزوثيرميك يعني بيسخن الباك، ونوع تاني جواه امونيوم نيتريت دوت اندوثيرميك يعني بيسقع الباك. يعني لو نفترض مثلا دي هي الباك اهي، يعني نفترض ان دي هي الباك. الباك دي بيكون جواها ميه وملح، انا بعمل ايه؟ بعمل لها شيك واعمل لها بريس لغايه اما الملح يدوب في الميه. طيب لو هو الملح اللي جواه دوت اكزوثيرميك هيخرج حراره فلاقيها سخنت جدا استخدمها مكان الوجع. طب لو هو اندوثيرميك فلاقيها سقعت جدا واستخدمها مكان حاجه ثانيه. طبعا دي الاستخدامات ودي الاستخدامات. الاكزوثيرميك زي المغنيسيوم سلفيت وده الضيف وتبع الاكزوثيرميك، والاندوثيرميك زي الامونيوم نيتريت. بيقول لك بقى ان الباك الاكزوثيرميك اللي بتخرج حراره بستخدمها لما يبقى عندك شد عضلي او وجع في العضل. تمام؟ ليه بقى؟ لان لما بتخرج حراره بتؤدي الى تمدد الاوعيه الدمويه فالدم يجري افضل فتفك العضله. بيقول لك بص هنا
Instant hot compresses are used to relieve pain associated with muscle fatigue because they work by expanding the blood vessel. دي تاني هي كانت باك، نفترض ديت جواها مغنيسيوم سلفيت، انا بعمل كده فهي بتخرج حراره. لو انا عندي تعب او وجع في العضل بحطها على العضله كده، بتبدا تعمل تمدد شويه في الاوعيه الدمويه عشان الدم يجري اسرع وتريح العضله اهو. expand the blood vessel which increase blood flow، بيزود سريان الدم. causing the relax of contracting muscle، بيريح العضله الشاده. طيب لو شخص تاني اتخبط في حاجه وحصل ورم، انا عايز اقلل الورم دوت، استخدم بقى الباك الاندوثيرميك. الباك الاندوثيرميك جواه امونيوم نيتريت، اول ما اعمل كده بيبدا الامونيوم نيتريت يسحب الحراره وتسقع. احط بقى بتاعه الساعه ديت على المكان اللي فيه ورم. ليه بقى يا مستر؟ بتاع الساعه ديت بدل ما بتخلي البلاد فيسل او الوريد او العرق او ايا كان يبقى متمدد، لا بتخليه ينكمش فالورم يقل. بص، instant cold compresses are used to reduce the severity of swelling، بتقلل الورم because they work by narrowing the blood vessel، بتقلل او بتضيق الاوعيه الدمويه وبالتالي بتقلل الورم. يبقى لو حضرتك عندك عضله شاده بستخدم باك جواه مغنيسيوم كلورايد، بس اعمل كده شيك فيطلع حراره، احطها هنا يعمل ايه؟ يزود البلاد فيسل ويحسن سريان الدم، فساعتها العضله ترتاح. لو في ورم بستخدم اللي جواه الامونيوم نيتريت ودي تبقى ساقعه، احطه على الورم يقلل البلاد فيسل او يضيق البلاد فيسل، فساعتها الورم يقل. كده انا خلصت الباكس وخلصت الدرس. اظن الحمد لله مفيش حاجه ما اتشرحتش بالتفصيل. القاكم في الحصه القادمه. عايز اقول لك معلومه صغيره جدا، الحصه الجايه هتنزل بسرعه جدا 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 علشان نلحق نجري معاك في المنهج. هتاخرنا بس في اول حصه، ولكن الحصه الجايه تنزل في اسرع وقت. بالتوفيق، ربنا معاكم. كان معاكم مستر مازن زكريا، ساينس اند كيمستري تيتشر. بحبكم جدا، مع الف سلامه.